ماشي حبيبي. الفيديو ده زي ما انتوا شفتوا بداية الفيديو، انا كان لازم اصور الفيديو ده النيش. حصل انفجار في النيش، في الرف التاني ده كله اتكسر. وما كناش عارفين ايه السبب لحد ما عرفنا ان هو ده السبب، اللي هي الالعاب اللي بتبقى كده، عارفين الحاجات اللي بيبقى جواها ميه كده وجواها حاجات زي جليتر. بتبقى جواها، بصوا بتبقى من هنا كده، بيبقى فيها حجاير. الحجاير دي خطر جدا، بتبقى عامله زي حجاير الساعه. دي عامله زي القنبله بالظبط. عايزه اقول لكم الانفجار اللي حصل ده، يعني انا فكرت في حاجات كتير جدا ممكن تكون هي اللي انفجرت في الشقه، لحد ما اكتشفت ان النيش الحمد لله ان هي جت على قد كده. زي ما انتم شايفين الرف التاني ده كله، كل الحاجات اللي عليه اتكسرت زي ما انا وريتها لكم في اول الفيديو. فانا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان يعني غيري يتخلص من الحجاير دي قبل ما تحصل عندكم كارثة زي اللي حصلت عندي. فأتمنى الفيديو ده نشيره لأكبر عدد ممكن، علشان الناس كلها تاخد بالها من الموضوع بتاع الحجاير ده. وكمان بتتحط في ألعاب الأطفال، دي مشكلة كبيرة جدا. حجر الساعة بس بيبقى كبير شوية، ده خطر جدا. اولا خطر اصلا لو يعني لا قدر الله في طفل بلع حاجة زي كده، دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. وممكن يعني مش عايزة اقول لكم، مش عايزة افول على الاولاد، بس دي ممكن تدخلنا في مشاكل كبيرة قوي، وممكن تنهي حياة اطفال كتير. فالفيديو انا بتمنى ان هو يتشير علشان يوصل لاكبر عدد، وكل الناس تتخلص من الحجاير دي، لان اكيد كل البيوت عندها نيش. لو حتى ما فيش حد عنده نيش، هتلاقي لو عنده طفل او عنده حتى ديكور هو حاطه في البيت، مش شرط يكون عندك اطفال، ممكن تكوني حاطه اي حاجه ديكور وجواها الحجر ده وانتي مش واخده بالك، لان هو ده اللي حصل بالفعل معايا. الحجر ده فضل يملح ويتضاعف حجمه لحد ما هو بقى شبه القنبله بالظبط. بكده وبرده في حاجه كنت عايزه اتكلم فيها في الفيديو، هي التيشيرت ده. بصوا في حاجه كده اللي هي الحاجات اللي بتقعد تعمل اضاءه وكده، فبرضو انا ده مش بلبسه للولد خالص، لاني بحس ان الحاجات دي برضو من الحاجات الخطر جدا. الفيديو بس بتمنى ان انتوا تشيروه.